السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. بون البنات، اليوم راح نديروا مع بعضنا واحد الوصفه والله تعالي تاخذ ولاد احسن من تاع المحل. واش نحتاجوا في العجينه؟ نبداو اول حاجه. عندي نص كاس تاع الزيت، نص كاس سكر ارطب البنات، سكر جلاسي. عندي كاس ونص تاع الفارينه، مغرف صغيره تاع لافاني، عظمه ونص مغرف تاع خميرة الحلوية. اول حاجة نبدأ بالعظمة يا البنات ومعها السكر ونخلطوها مليح مليح حتى نحسوا باللي هذاك السكر بدا يذوب معاي، يعني مش يذوب خلا، هو دوريجينا و ارطب، يعني حتى تحسوه هكا جانس مع العظام. فوالا نخلطو مليح. هنا نضيفوا عليها الزيت، يعني مقادير مضبوطة البنات راح تجيكم سوا سوا. هنا كي تحطوا الزيت البنات ماذا بيكم تبقاو تخلطوا مليح مليح باه يدخل الزيت لداخل، باه ما يخرجناش من بعد في لاباط، يعني لازم يدخل مليح الزيت في الخطوة دي، يعني حركوا عقد ما تقدروا. هنا ما راح تحتاجوا لا فوي هذاك الكترونيك لحتى شيء البنات، جست بالفوي مانيال هذا. هنا راح نزيدوا رشه تاع ملح، رشه فقط البنات، ونخلطوا. وراح نضيف عليها مغرف صغيره تاع لافاني. لا عندك ليكيد حطي ليكيد وسي، يعني ما كان حتى مشكل. ونبدا نضيف في الفارينه، يعني نحط الكاس الاول ونحطه كامل ضربه واحده. وهنا البنات راح توليو تدخلوا في العجينه، ما تعجنوهاش باه تجيني ما تتعجنش هذه. ونحطوا معاه هنا نص تاع خميره تاع الحلويات، ولا اقل من نص البنات، مش حتى نص نص ممسوحه المغرف يعني نتشابر. ونبداو ندخلوا في العجينه بهذا الشكل، ما تعجنوهاش البنات باه تجيني باسكو ما نحتاجهاش معجونه، انا ما نسيبليش العلك تاعها. ونص الكاس هذاك البنات نبداو نزيدوا فيه بشوي، يعني كل واحده والفارينه تاعها، يعني حتى تحصلي على القوام يشبه لتاع الصابلي فقط. فوالا نبدا نضيف بشويه حتى نتحصلوا. ما نشيحوهاش البنات، نعطيكم القوام اللي نتحصلوا عليه. هنا يدت لي كاس وربع، مش حتى كاس ونص، على قلت لكم النص الاخر بداو زيدوا فيه بشوي. فوالا ها القوام اللي نتحصلوا عليها البنات، تجي شويه طري. نغطيها بكيس بلاستيكي بابي فيلم، هذا البنات لازم تتغطى. ونجيبو انا حندير شكل دائري وشكل هذاك الاوفال، يعني بطريقة بسيطة ديري دائرة وتبداي تبسطي فيها بيديك، يعني ما تحتاج حتى تعقيد. وهنا الليمون تاعك العدو يلصقوا، ادهنوهم بالزيت الصحة البنات قبل ما تحطوا لاباط العدو ما يلصقوش، يعني ديروا طول كل واحدة. وتعرف ليمون تاعها انا تاعي هذوما مجدد ما يلصقوش، سي بوغ سا حطيت العجينة طول لا عدو يلصقوا تاعك البنات. ادهنوا المول تاعكم بالزيت. فوالا نديروا طبقة رقيقة. وهنا البنات كي تعودوا راح تطيبوها دوك يتنفخوا، يعني حاولوا كل من يتنفخوا عاودوا هبطوهم انتم. فوالا نحطوا طبقة رقيقة ما تكتروش، وكل من يطلعوا في الفور البنات عاودوا هبطوه، يعني لازم تهبطوهم في الفور، يعني يطلعوا. فوالا الاوفال هذاك البنات ديروا بهذا الشكل، يعني طريقة بسيطة وما كانش اللي ما يعرفهاش. فوالا نبدا نعدل في القاعدة دوك تطلع عنا الحاشية وحدها. فوالا البنات نكمل الكميه كل دوك تشوفوا قداه راح ادير لي العجينه دي. شوفوا معايا دارت لي 4 دائري وحجم كبير شوي تاعي، ودارت لي 5 من هذوك الاوفال. نتقبوهم البنات فرشيطه ولا باي حاجه لازم. هنا قلت لكم مهما ديروا دوك زيد يعاودوا يطلعوا في الفور ابقاو هبطوهم، يعني حتى يحمروا لكم يديوا اللون الذهبي. نمروا الى الكريمه درك البنات، راح ندير كريم باتيير.
يعني واحد تجي فيها جو يهبل. نحتاجو مغرف كبيرة تاع نشا، زوز مغارف ونص كبار تاع السكر، عندي مغرف تاع الزبدة عظمة وكاس تحليب، وعندي عطر الفراولة. اللي ما عندوش عطر الفراولة يقدر يستغنى عليها ويدير الفاني. هنا نحطو الحليب اول حاجة يسخن البنات مليح فوق الكويزينيير، وفي نفس الوقت نبدا نخدم في الجزء الثاني تاع الكريم. نجيبو العظمة هنا نكسروها، ونضيف عليها زوز مغارف ونص تاع السكر، ونخلطو مليح 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 حتى يذوب لنا داك السكر، مش يذوب خلاه، المهم تحسوه باللي بدا يذوب. فوالا تبقاو تحركوا. هنا او دب معايا السكر البنات حتى من اللون شوفوا كيف تبدل، نزيد عليها نشا ونبدا ندخل فيه. يعني لازم يتجنسوني المكونات جيدا، يعني لازم يتجنسوا مليح مليح. فوالا هنا البنات نزيدوا عليها رشة تاع ملح، رشة فقط، يعني الملح اللي راح يعدل لنا لوغو البنات، ما تجيناش صامته حلوه وصامته. ها كي تزيدي الملح راح تزيد لنا يزيد لنا البنه الملح مع الحلاوه، رشه فقط. وهنا الحليب بعد ما سخن لي مليح مليح البنات نبداو نزيدو فيه بشوي ونحركو بالياسر خلا ما يطيبليش هذاك العظام، يعني بشوي وحركي بالياسر، يعني يد تصبي بها ويد تحركي بها. فوالا حركوا البنات، يعني يحطوا بشويه وحركوا حركوا حركوا وفقط. هنا نرجع الخليط تاعي في الكسرونة بعد البنات، ونحطه فوق النار حتى يعقد معايا، يعني الزبدة وعطر الفراولة ذيك هما اخر حاجة نحطوها. فوالا نبقاو نحركو، مش راح يدي معاك وقت ياسر باسكو الحليبة وسخون يغلي، راح تعقد معاك تمتم. وبقاو حركوا البنات باه تشكلوا لكمش واحد الكعب هكا صغار، راح يمدوا طعمه مش مليحة خلاص. فوالا هاي عقدت معايا البنات. هنا نطفي عليها بعد ما عقدت لي، ونزيدو نص مغرف تاع الزبده، نص فقط ماشي مغرف كامل يتبان لكم برك البنات، نص مغرف. وعطر تاع الفراوله داك البنات او كولوغون بعد تاعي انا ملون، والعطر مع بعضهم في زوج، سي بوغ صح نحط قطره واحده باسكو لونها قاطع خلاص. ونحرك. تحبي ديريها فاني البنات نورمال زيدي هنا مغرف تاع فاني، ولا مغرف تاع فاني تجي سائله، يعني لكي الحريه. انا كي عادولي تاع الفريز سي بور سا حطيت العطر تاع الفراوله. هنا نحطها في حاجه تاع قزاز البنات، في صحن ولا في اي حاجه جيبيها وهي سخونه بعد، يعني الحاجه كي تعود سخونه ايفيتيو حاجه بلاستيك البنات باه ما يتفاعلش البلاستيك مع السخانه. ونغطيوها بابي فيلم لازم يكون ملامس للكريمه هذيك باه ما تشكلناش واحد الطبقه من الفوق. فوالا ونخليها حتى تبرد لي تماما. شوفوا هنا بعد ما بردت لي البنات وجمت نجيب الفوي ونخلطها، يعني راح تتخلط معاكم بكل سهوله ويجي فيها واحد القوام كريمي، تجي تهبل 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 البنات، يعني جربوها. فوالا البنات ها هما اللي تاخدوا للتاينه نحبهم شويه حمر هكا، يعني مايلين الدوغي. انتي تتحكمي في الطياب. فوالا نحطوا الكريمه في بوش ولا في اي حاجه، ونبدا نشكل فيها بهذا الشكل، يعني اسهل منها ما كانش. هنا تحكمي فيها انتي كما تحبي، تحبي ديريها هكا دائري ولا تحبي ديري بالنتشه كما قاعده ندير انا. فوالا
لهنا الكريمة دي راح تدير لك 5 البنات، شوفوا معايا، تحبي تضاعفي المقادير ضاعفي نورمال، والكمية اللي بقات الأخرى يعني تحطيها في بورت مونجي وتخبيها في كونجيلاتير ولا في الفريجيدير من تحت، يعني عادي جدا. وراح نزينها بالفريز بس درتها اللوغو تاعها تاع الفريز بهذا الشكل، تزيين بسيط بصح القو يا البنات والله خير من اللي تتباع برا بألف خطرة، يجي فيها واحد القو يهبل تاع الفريز. فوالا هادوك زينتهم بهذا الشكل، قصيتهم كاريات دوائر وحطيتهم يعني تزيين بسيط. نتمنى تعجبكم الوصفة يا البنات وتجربوها وتخليوا لي رايكم في لي كومنتير، ولي اول مرة تشوف لي فيديو تاعي نقولك ماذا بيا ديري لي اشتراك وتفعلي الجرس. فوالا البنات ها هما اللي تاخدوا للتاي واجدين، يجي والله بنا تهبل. نتمنى تعجبكم البنات وتجربوها وتشاركوني برايكم في لي كومنتير، وما تنسى